هي ليه تسمت العوامية يعني؟ والله نسمع احنا بيقول لك عشان جدنا جعايم، وانما اصل العوامية يعني راكب مركب يعني ولا هو لا عايم في البحر او عشان بيعوم. كأصل العوامية جدنا الأصلي من الكرنك. وكان أيام النيل والكلام ده لما زعل مع ناسه أو حصل إشكالات فبيقول لك عام عوم وجا قاعد في العوامية. والعوامية دي كانت جزيرة ولغاية قريب، يعني احنا بعد ما كبرنا كان الجوابات تاجي يقول لك جزيرة العوامية. أي واحد بيبعت جوابات يقول لك جزيرة العوامية. كانت يعني معروفة أن العوامية دي جزيرة. حتى في ناس تكحت يقول لك في لقية بيت فلان، في لقية بيت فلان. الكبار يقول ما فيش لقاية في العوامية. العوامية دي عبارة عن جزيرة ما فيها شيء آثار ولا فيها شيء كلام من ده كله. ما سمعناش خالص حد طلع لا 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 ما فيش. حتى الكلام اللي بيطلع دولك وكحت بيت فلان ومش عارف ايه كلام كذب كله. كلام يعني نصب. انما العوامية اصلا جزيرة. اساس العائلات اللي في العوامية منين؟ العائلات هو جدنا واحد اللي هو العوامي. بدنا اسم ثاني او ولده تقريبا كده اسمه هجرس. انما اولاده 4. اساس العوامية 4 اولاد، كل 2 شققة. عيد والتلبي ده الاخوان شققة، وعصر ومقبول اخوان شققة. انما ال4 اخوان من الاب اساسا هم العوامية دول. ال4 عائلات، غير كده تبقى كله غريب. كله غريب ونسب وبتاع وكله بيجي من العوامية. الشيخ شعلان ديتي تعلم القرآن الكريم عند الشيخ عبد الرحيم الحجاجي في يعني منذ الطفولة. يعني حفظ القرآن الكريم وعاد القرآن الكريم، ثم بدأ في تحفيظ القرآن للجيل الصاعد اللي هو كان في أيامه هو يعني. فحفظ القرآن، حفظ مجموعة كبيرة من القرآن، يمكن ما يقرب عن نصف العوامية كلها بالكامل، نصفها بالضبط القرآن الكريم. وكان راجل يعني خلوتي من أبناء الشيخ أحمد الطيب، وظهرت عليه كرامات كثيرة جدا جدا في حياته وفي مماته. حتى حارب الجن السابع في الأرض السابعة تحت. في الأول مدارس ولا حاجة، كان الأول يعني تبع وزارة المعارف، وعلم كثير من الناس يعني الجيل اللي كان أيامه. وبعد كده انتقل من المعارف إلى يعني عمل شخص لوحده. فكان في ديوان عندنا اسمه ديوان بيت حجاجي كده، جاءت الناس وتعلمت عنده كثير جدا 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 من الشرق ومن الغرب ومن كله. حتى لقاك الغرب كان في ناس عنده. فحفظ الأجيال، وراجل يعني عالم علامة في الفقه وفي الحديث وفي كله. يعني الشيخ شعلان ابن الشيخ حسن، ابن الشيخ علي، ابن الشيخ عبد الله، ابن الشيخ حجاجي، ابن الشيخ ابن معوض، ابن الشيخ قاسم، ابن الشيخ سليمان،
ابن الشيخ عصر العوامي، ابن الشيخ عمر السيد حامد أبو قبيس الحامدية عموما، ابن السيد الفضل ابن السيد العباس ابن عبد المطلب، عم الرسول. يعني احنا عمام الرسول رسمي. شيخ شعلان نسبه بينتمي للعباس بن عبد المطلب عم الرسول، يعني رسمي. يعني ايه؟ يعني شيخ شعلان يعني عباسي من العباسيين. كنا بنصلي بصلاة التراويح، وبعد كده صلينا التهجد. صلاة التراويح كنا بنصلي يوم 23 رمضان، كان بيصلي الشيخ حمادة بعبود وقرأ سورة يوسف لما قال اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. دي الشيخ حمادة قرأها بصلاة التراويح 23، وبعد كده يوم 24، يوم 25، يوم 26، يوم 27 بيصلي من يوم 21 محمد عبد الرسول صلاة التهجد. فصلى 21 و22 والتهجد و23 و24 و25 و26، وليلة 27 كان بيصلي برضه قالها في نفس الصورة. ده قراها ليلة 23 بالتراويح، وده قراها ليلة 27 في سورة التهجد. وأنا في السجود الأخير في ركعة الوتر حسيت يعني بتغيرات كده، زي واحد يقول لك يعني إيه، رعشة حاجة شديدة كده في الجسم. وانا وساجد كده قمت من السجود زي كده، قعدت اتخبط يعني من الحاله الرعشه اللي حصلت كده. وبعد تخيلت الناس، طبعا ما كنتش اشوف، تخيلت اللي حواليا يميني شمال. ابص كان معي جار كان ياخذني الحاج احمد بن حسين، يعني يجي معي هنا وهو اللي يطلع معي للجامع. كان جار من ايه مش عارف ايه. قلت والله انا النهايه جابني الحاج احمد بن حسين هنا، وجينا البيت هنا. كان صار 27 رمضان. جينا روحنا البيت هنا، خدنا الليله كلها طبعا يعني، والبلد اتقلبت. وانا شفت اللي حواليا، وكان يمكن اول واحد يعني ادركته 100% كان ناصر البغدادي والدكتي. دخل قلت والله انا شايف يعني، طبعا كنت اميز الناس بالاصوات. دخل ناصر، اول ما تكلم ناصر عرفت، وكان اشوف فتره طويله طبعا. عرفت ناصر وعرفت الناس اللي حواليه بالاصوات اللي يتكلم، ده فلان ده فلان ده فلان. وكانت ليله يعني صبحت كده، خدنا لغاية الصبح يمكن. وبعد كده جات ليلة 28 قعدنا، وبعد كده كله صاحي ليل ونهار، حتى سواحيل من الناس كانت تصيم كده. والبلد كلها يعني حصلت فيها فرحة عارمة، وكل الناس الحبايب والأصدقاء لما حصل الحدث ده. وجاء الأستاذ محسن جود هنا يصور، وبعد كده البيت بيت بعثوا لنا، ورحنا البيت بيتك وصوروا معنا في البيت بيتك. كان تامر أمين ومحمود سعد صورنا، وجينا هنا. بعد كده رجعنا من هناك بعد ما حصل الموقف ده. قالوا كان الدكتور سمير فرج هنا، كانت مدينة ما كانتش محافظة. كان رئيس مجلس المدينة. كان رئيس مجلس المدينة. قالوا جاي طبعا بعد صلاة العيد. صلينا صلاة العيد رمضان وجاء يعني كان الاستقبال كله في ديوان بيت عيد، من الجامع لديوان بيت عيد. كان كل المنطقة دي عامرة بالناس، ومن النواحي والجيران والحبايب، ومن يعني البلاد القريبة هنا علينا. وجاء الدكتور سمير فرج وصور معنا. وبعد كده حصلت المواقف زي كده. وبعد كده عن طريق سمير فرج يعني طلعنا بعد كده انا الحج حجة، وبعد كده طلعنا عمره السنة اللي بعديها.
احنا كنا قاعدين في الكرنك، اصل جدودنا اصلها في الكرنك. ولذلك المثل بيقول لك ملهوش اصل من العواميه ملهوش اصل في الكرنك. زي كده يعني تلقى ليك قربه لازم، حتى لو في فتح تلقى في ناس كتير ليك في الكرنك في العواميه دي شبكه. والثاني عيال عمنا الزنيق برضه ده اللي يعتبروا عيال عم. اتغيرت الناس. زمان كان اللي عنده بقرة لما تحلب يعني يمكن أقول لك الشارع كله يأكل منها، لكن دلوقتي ما فيش الكلام ده. كان زمان الواحد مش بيحترم أبوه بس، يحترم عمه وخاله وجاره، يحترم الناس الكبيرة بالذات يحترمها، ما فيش بعد كده آخر احترام. كان زمان لما العمدة يفوت كله يوقف لغاية ما يعدي العمدة وبعد كده يوقف. لكن دول فين الكلام؟ كان بيوقفوا نوع من الاحترام. من الاحترام يعني. أيوه. مش خوف يعني. لا مش خوف، احترام. مين كان آخر عمدة في العوامية؟ آخر عمدة العمدة إبراهيم. ومسك ولده بعد منه عبد الرحيم، بس صورة مع الناس انما مش رسمي. طيب العمودية كانت ازاي بقعت في العوامية؟ يعني عمدة ابراهيم انت اكيد عصرته. شفته انا. شفته بس يعني يا دوب في الاخر. كان يقعد عند الجامع، كانت الناس اللي راكب ركوبه ينزل ويعدي، بعد ما يعدي العمدة لما يركب. كانت الناس يعني الاحترام موجود، واللي معاه شكوى واللي معاه حاجه يروح. كاش حد يروح بقى المركز والبندر؟ لا في كان يعني كان كل المشاكل تتحل عند العمده. العمده والشيخ. وكان يعني الناس. مين كان شيخ البلد وقتها؟ كان مشايخ كتار عاد. كان في الشيخ سيد أبو علي، دلوقتي بيقولوا عمدة. أبو محمد أبو سيد، أبو يمكن تعرف أنت دلوقتي عبد الرؤوف ومصطفى. أيوة. جدهم يبقى. كان شيخ في مقام العمدة. وكان في واحد ثاني شيخ اسمه توفيق مصطفى، يبقى جد محمود أبو الدندراوي. بس زمان ما كانش فيه، كان التعليم ضعيف بالذات في العوامية. كنا 4 بس اللي تعلموا في جيلك؟ لا في جيلي أنا 4 بس. ياه 4. المرحوم تسوق إبراهيم، هو أصلا اسمه إبراهيم الحرك. والمرحوم تسوق مدني. وإبراهيم عبد العزيز دولك موجود حاليا مهندس. إبراهيم عبد العزيز بالعمدة. وأنا الرابع جيلنا احنا، كنا 4 بس في المدرسة. في قبلينا بتاع 4 كانوا في الصنايع من عزبة الحوذقين.
وكلهم الله يرحمهم، مرحوم كامل عبد الرحيم الحويدي، ومحمد اللهم صل على سيدنا محمد، محمد أبو الحسيني، ومحمد أبو علي بزرزور، وعاشور. أربعة بس في الصنايع، أيام ما كانت 5 سنوات. طب ليه كان التعليم ضعيف؟ ما كانش في حد بيعلم؟ الناس تعبانة. يعني التعليم كان غالي وقتها؟ أيوة، أنا فاكر في سنة، أنا عن نفسي في سنة من السنين كنت في الإعدادي، يمكن خدت أسبوع نروح المدرسة وإحنا في الطابور في الصبح، اللي ما سددش المصاريف يطلع قدام الطابور، نص الطلبة تطلع قدام الطابور، اللي ما جابش المصاريف يطلع قدام الطابور، طلعنا، اللي طلع قدام الطابور كله يمشي يجيب المصاريف ويجي. فاكر أنا فيها السنة دي، والمصاريف كام؟ 3 جنيه مصاريف المدرسة، لكن ما فيش. 3 جنيه ده كان مبلغ وقتها 3 يعني. جنيه الله أقول لك الله يرحمها أمي، يعني بعت لي خروف عشان تديني 3 جنيه أسدد مصاريف المدرسة. شوف الخروف بكام دلوقتي. يعني الخروف، يعني مثلا أنت بتتكلم يا حوالي خروف 10,000 خروف بعته ب3 جنيه وبريزة. يعني حوالي 10,000 جنيه بمصاريف. شوف هذا ما أسعار الأيام بالنسبة دي. لنا الكلام ده، من الكلام ده في الخمسينات. لا 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 لا. الشيخ اسمه هو الشيخ اساسا اسمه الشيخ احمد ابو مخدم، الشهير باحمد ابو الغطاس، نظرا ان كان يرمي المنديل بتاعه على البحر ويركب على المنديل ويعدي، سموه ابو الغطاس، وكان رجل طبيب دكتور يعني. امتى جاء العومية هنا؟ لا زمان، يعني ممكن 1600 1000 حاجه زي كده يعني. انا ورثته عن جدودي، يعني روح جدودي سلم ده سلم ده سلم ده سلم ده. اخر جده كانت مسكاه جدتنا عديله، كانت قبل منها جدتنا ام ابوي جدتنا حسنيه عبد القادر، وبعدها جدتنا عديله، وبعد كده سكينه بنتها، وبعد كده استلمت انا. طب هو ايه اللي خلاه جاي العومية؟ ايه اختار العومية ليه بالذات يعني؟ جاي سكن العومية انت عارف العومية دي يعني الله اكبر، يعني الله العومية دي فيها كذا ولي، وانت عارف العومية دي يعني كذا مشكلة تاجي وربنا ينجي العومية منها المشاكل دي ان شاء الله بربنا الاول، وبعدين اولياء الله الصالحين. انت عارف العومية يا شيخ ابو الحسن. العومية يعني ناس يعني الله اكبر يعني. ليه احفاد الشيخ هنا لكن؟ يعني مؤلف ليه احفاد هنا؟ ما احنا احفاده، احنا اللي بيعملنا الليله دي احفاده، احنا احفاده. احنا بنسلم بعض، ده بيسلم ده بيسلم ده بيسلم ده. اشهر الكرامات بتاعته غير اللي هو بيفرد الحاجه على البحر يعني كلمنا اكتر عنه الشيخ احمد الغطاس. ليه سبب الغطاس؟ عشان هو طبعا بيفرد البتاع دي ويمشي. بيفرد المنديل، كان منديل قماش كده ويركب عليه ويعوم ويمشي بيه على البحر. في اكتر من كرامات دي ثاني. وكان راجل طبيب، يعني هو الشفاء من عند الله وكل حاجه من عند الله. هو اصلا منين؟ هو أصلاً اساسا من قموله، اساسا من حساسنا، من نجع البركه، اساسه من حساسنا، حساني هو. ساب بلده وجاء هنا. احنا جدتنا اما ابونا من حساسنا،
ابونا من البعرات. وامنا من العوامية، عمتك طبعا انت عارفها. بس فالعمليه يعني في يعني الشيخ احمد ابو الغطاس مش مشهور الى حد ما غير في العوامية، يعني في ناس كتير ما تعرفوش يعني. لا عشان على حسب يعني ايه، على حسب ما تعمل له ايه دعايات، يعني على حسب الدعايه يعني. انما هو الله اكبر يعني كراماته كبيره. وبعدين ايام قبل السد العالي كانت الميه تعلى وتغرق البلاد، تغرق البلاد. كان يجي المهندسين بتوع الري هنا يقول لك على بال ما نوصل اسنا وناجي نلاقي العواميه دي غرقت. الله اكبر يعني. يقول لك بحصانه كان في غفير يوقف هنا. قال له الغفير ليه واقف هنا؟ قال له انا حارس يعني عشان الميه. قال له لا انت تروح واحنا قاعدين بالحرس بتاعنا، بالفرس بتاعه، وقاعد رايح جاي يروح وياجي يروح وياجي. والحمد لله العواميه دي الميه كان المهندسين يستغربوا، الميه عاليه على البلد كده بس الميه مش بتنزل البلد. شفت ازاي؟ حكمه ربنا. فيعني ليه كرامات كبيره الراجل ده يعني. بس احنا زي ما تقول يعني ايه مش عاملين له يعني ايه دعايه كبيره وشهره كبيره وكلام زي كده وكده يعني. بنعمل له مولد احنا من كذا سنه ونذبح عجل زي ما انت شفت ونعشي ونجيب الطبله ونجيب العصايه ونجيب المرماح ونجيب كده، وبالليل حياجي منشد وكده. يعني على قد امكانياتنا، كل واحد امكانياته يعني. انا افكر كبارنا بيقول لك يا ولدي كانت الناس تطلع تقعد على الشارع العمومي على الجسر، يقعد الناس على الجسر في الصبح بدري، واللي عاوز له نفرين ثلاثه عشان يشتغلوا معاه يروح يبص ينقي تعال يا فلان تعال يا فلان تعال يا فلان عشان ياخذهم يشتغلوا معاه. ما فيش غير كده. والشغل كله بالغله، يعني تروح تحصد مع فلان، تحصد يستنى لما يعملوا الجرن وداري الغله، يا اولاد اللي له اجره عند فلان يروح يدرج جرنه ويوزع الاجره. كل واحد ياخذ له شوال ويروح ياخذ اجرته ايه؟ غله. يعني ما فيش فلوس. لا 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 لا